ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ شايفين الصينيه القمر دي؟ ملكه العزومات بجد، بتحلي كده سفرتك بجد بجد. من الاكلات كده المحببه لقلب كل الناس، بتنزل كده قلبهم مش بتنزل معدتهم. جوسي بقى وخفيفه ومش تقيله كده ومش مليانه سمنه بقى والكلام ده، لا خالص خالص. بجد شايفين قد ايه هي جوسي؟ عايزه اقول لك هتفضل معاكي لاخر قطمه بالمنظر ده، وهي جوسي كده وخطيره. هقولك النهارده بقى هنعمل البشاميل بتكات جديده وبحاجات حلوه قوي بتخليها كده جوسي وخفيفه ومش مليانه سمنه بقى وكده وتتعب معدتنا، لا خالص. الناس بقى اللي كده بتخاف بقى من الاكلات التقيله وكانوا بيخافوا من البشاميل، لا خالص، النهارده هنعملها كده بطريقه حلوه جدا. انا كنت عصقت اللحمه، طبعا انتوا عارفين طريقتي في تعصيقة اللحمه، والسر الخطير اللي بحطه اللي هي القرفه اللي بتديها، معلقه القرفه اللي بتديها ريحه بتجيب لاخر الدنيا. حطيت عليها كده ميكس من الجبن بقى. انا كنت عامله منها صينيه الجلاش اللي هنزلها لكم، وخدت ربعها وربعها ايه هعمله بقى لصينيه البشاميل الخطيره اللي انتوا شايفينها دي. انا مش هعمل البشاميل معاكم بالطريقه المعتاده اللي كل معلقه دقيق معلقه سمنه ونلاقيها بتبك كده بتكب كده سمنه، لا خالص خالص خالص. انا من ساعه ما شفت الطريقه دي والله ما بقيت اعمل غيرها. ما بقيتش اعمل الطريقه العاديه اللي هي كل معلقه دقيق معلقه سمنه، لا خالص. الوصفة دي كلها هتاخد مني معلقتين سمنة بس. ايه رأيكم؟ انا هنا حطيت حوالي 10 معالق دقيق، تمام كده. 10 معالق دقيق، حطيت عليهم معلقة من السمنة زي ما قلت لكم كده. جبت حلتي الحلوة، حطيت فيها كده 10 معالق من الدقيق، وحطيت عليها كيلو من اللبن وهزوده مية. يعني انا حطيت كيلو لبن وهكمل بالباقي مية عشان تبقى خفيفة كده وطعمها حلو. هدمج بقى اللبن كده مع الدقيق بقى واقلبه حلو جدا اهو. والله بتبقى خفيفة وطعمها حلو وجوسي جدا، وما تقلقوش من طعم الدقيق، هقول لكم هيختفي ازاي ومش هتحسوا بطعم دقيق خالص خالص. افضلي قلبي بقى كده زي ما انت شايفة بقى لحد ايه ما الدقيق يختفي خالص كده. هحط معلقتين زي ما قلت لكم من السمنه، بس مش هحط اكتر من كده. شفتي بقى؟ كنا الاول بنحط لكل معلقه دقيق معلقه سمنه، يعني كنا بنحط 10 مثلا معالق دقيق 10 معالق سمنه، لا خالص، هما معلقتين سمنه بس. بجد طريقته حلوه جدا وخفيفه وبتبقى جوسي كده وما بيتعبش المعده بجد. انا لما كنت باجي اسوي الصينيه بتاعه البشاميل كنت بلاقي السمنه كده بتبك كده بتبقلل كده فوق على الوش، لا خالص، بطلت الطريقه دي وبقت خفيفه كده على المعده بجد وطعمها خطير. زي ما قلت لك اهو زودت ميه، انا بفضل اقلب كده ما بسيبش ايدي، وطبعا ميه، فحطيت مكعب كده من مرقه الخضار بيدي طعم مسكر كده وبتبقى حلوه جدا. هقلب برضو كده زي ما انتوا شايفين ايدي فيها، مش هشيل ايدي خالص اهو، ومش هتكلكع منك ولا اي حاجه، ما تقلقيش خالص. وزي ما قلت لك والله طعم الدقيق ما هيبان فيها خالص خالص. وهقول لكم كل حاجه، بس امشوا معايا خطوه خطوه، واتمنى ان انتوا تجربوا البشاميل على البارد بجد بجد. اللي ما جربوش فايته كتير بجد، هياكل احلى بشاميل واخف بشاميل. هنا حطيت رشه من الملح، وحطيت كده رشه من الفلفل الاسود، وحطيت كمان رشه من الزعتر بيدي ريحه وطعم حلو جدا. لو مش حابه تحطي زعتر مفيش مشكله، بس انا كده بحسه بيدي طعم كده وريحه حلوه قوي قوي لاي اكله بجد. هنا عندي معلقتين كده من القشطه البلدي، قشطه اللي هي بتاعت وش اللبن. حابه بقى تحطي جبنه كريمي، حابه تحطي جبنه كريمي او القشطه او اي حاجه براحتك. القشطه بتديها طعم حلو جدا، لو مش حابه تحطي برضو ما تحطيش، بس القشطه كمان بتعلي التست بتاعها وبتخليها حلوه جدا اهو. هقلب بقى كده. بصي السر بقى اللي بيخلي البشاميل معاكي جوسي كده وحلو، اللي هي رشة البيكنج باودر. ايوه، رشة البيكنج باودر. انا شفت شيف عملها، والله من ساعة ما شفت الفيديو ده وانا ما بقتش اعمل غير البشاميل بالطريقة دي. بصي الفوران حصل لها فوران كده، بيحصل لها فوران وتحسي كده البشاميل بقى. شفتي الحاجة الهشة؟
بجد بيبقى حلو هش كده وبيبقى جميل. هنا زودت كده يعني حوالي نص كوبايه كده من الجبنه المشكله، بتديها برضو تست حلو. لو مش حابه تحطيها بلاش، بس بجد جربي الطريقه دي وامشي على الخطوات خطوه خطوه كده زي ما انا بعمل البشاميل، هتاخدي احلى احلى واطعم بشاميل في حياتك ما دقتيه. بصي قوامه، بصي سايح ونايح ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. انا قلت لكم حطيت كيلو لبن على 10 معالق دقيق، وزودت ميه حوالي كده نص لتر ميه، وعمل لي الصينيه الحلوه اللي انتوا شايفينها وطبق صغير كده. هنا كنت الكاميرا كنت فاكراها بتصور بس لقيتها مش بتصور. انا هنا سلقت المكرونه بتاعتي وحطيت لها كده معلقتين كبار من البشاميل، وحطيت لها كمان معلقه مليانه كده من اللحمه المتعصجه. وهنا عندي الصينيه الالومنيا الحلوه دي مقاس اكبر مقاس عندي، حطيت لها كده معلقتين كبار من البشاميل زي ما انتوا شايفين، ووزعتهم كده في الصينيه. بصي البشاميل بجد حلو جدا جدا وريحته وطعمه خطير. اول ما تلاقيه بقلل كده معاكي اعرفي ان كده الدقيق استوى، ومش هيبقى طعم الدقيق باين خالص خالص في الوصفه. هنا حطيت نص المكرونه بتاعتي، انا الصينيه دي بحط لها نص كيلو من المكرونه. تمام. حطيت كده العصاج اللحمه اللي كنت عاملاه معاكم، بجد طعمه حلو جدا. زي ما قلت لكم انا الصينيه دلوقتي بقيت احط لها ربع كيلو. حطيت كمان معلقتين كبار من البشاميل عشان انا بقى ببقى عايزاها كده سايحه ونايحه في البشاميل، عايزاها تبقى جوسي كده وجميله. بحب البشاميل اللي يبقى فيها كتير. فبجد بجد الطريقة دي خفيفة وخطيرة، ملكة العزومات بجد، اللي بتحلي اي سفرة. اعمليها كمان من وصفات رمضان، بجد بتبقى حلوة جدا. انا بديكوا افكار بقى اهي، بجد جربوها حلوة جدا. رصيت بقية المكرونة بتاعتي كده وبدوس عليها كده بالمعلقة زي ما انتي شايفة. وبعد كده بنزل بقى بالبشاميل بتاعي اهو. كتري كتري بقى، كتري 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 كتري، انا بحب البشاميل كده يبقى سايح ونايح ويبقى كتير كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصي حلو خالص خالص. هديله رشه بسيطه خالص من الجبن طبعا بقى، ولا بيض ولا زفاره بيض ولا اي حاجه. حابه تحطي بيض كده في الاخر تمام، على فكره برضو بتبقى حلوه على فكره يعني. امهاتنا زمان كانوا بيعملوها بالبيض على فكره، فكانت بتبقى خطيره برضو كنا بنحبها. بس انا اديتها رشه بسيطه كده من الجبن. وده كان شكلها بعد ما دخلتها الفرن. انا بحب اكلها سايحه ونايحه كده، وتبقى سخنه مولعه، ما بحبهاش تبرد. حابه تطلعي الخرطه بخرطتها بقى كده وتبقى يعني حته واحده، استني بقى عليها لما تبرد. حابه تاكليها زي ما انا باكلها كده سايحه ونايحه، يا لهوي على الجمال. بجد بتنزل في القلب كده يا جماعه، والله تنزل في القلب مش في المعده. ايه رايكم؟ شايفين البشاميل عامل ازاي؟ هش جدا وتحفة وطعمه خفيف كده وخطير. جربوا بجد الطريقة دي هتعجبكم جدا. بألف هنا وشفا يا رب على اللي كل. اتمنى بجد من كل قلبي ان طريقة النهاردة تكون عجبتكم. اعملوها بقى وقولوا لي رأيكم تحت ايه، وهستنى بقى تعليقاتكم الحلوة. اشوفكم في فيديو جديد ووصفات تانية كتير، بس ما تنسونيش بقى بالتشجيع والكلام الحلو بتاعكم. واقول لكم بقى باي باي ومع الف سلامة.